دي ضربه ركنيه فهيم عمر تتعمل على طول لمحمود عبد الحكيم وهوبا والهدف الاول. يا على هذا الكلام مش ممكن. لسه بنقول يا هادي في اللقاء ويتألق ويتجمل النادي المصري ويضع البطاقه الاولى ويواصل طبعا التألق. هذا العام مفيش كلام. النادي المصري مين احرز الهدف؟ دانيولو ولا عبد الله السيسي؟ مش شايف الرقم. ادي طبعا فرحه للجماهير العظيمه اللي بتحتشد هنا الى رمي التماس. ادي اعاده للهدف. ادي محمود عبد الحكيم في الضربه الركنيه. يا سلام يا محمود. والانطلاقه وفعلا دانيولو هو صاحب الفرصه جيده للاختراق والانطلاق. اوزو في نص الملعب. محمد ابراهيم على طول اماميه مارك موبا لاوتو يونج وانفراد والهدف. هدف التعادل في غفله من الجميع. ينفرد وينطلق الكاميروني اوتو يونج ويضع بطاقه التعادل في الدقيقه 12 من الشوط الثاني. والله المباراه تحلو يا جماعه. الافارقه بيقولوا كلمتهم في المباراه. الياسو تقدم للنادي المصري في الدقيقه 3 وهذا هو الكاميروني اوتو يونج يضع بطاقه التعادل. اللاعب السابق في نادي الاتحاد السوري. بقول لحضراتكم وادي الجماهير القليله خطا من الياسو. الراجل احرز هدف واخطا في الهدف التعادل ويتقدم اوتو يونج على طريقه المتالق الايفواري ديديه دروجبا. يضع البطاقه الاولى بطاقه التعادل لنادي الاتحاد. ولكن سيسي لسه الخطوره تاني. زهران وضربه جزاء. فيليكس اوزو وعرقله وضربه جزاء لاحمد زهران. صيه من سيسي بدون تركيز على طول. ضربه الراس تترد تصل الى فيليكس اوزو. والله فيها التحام. ادي الكره لكن والله يعني انا مش عارف. وركله جزاء وحوار مع الهاني سليمان. يا سلام يا مالي. يا سلام وانا مالي والله وانا مالي. الياسو يتألق يتجمل. هو نجم من نجوم المباراه بادائه النهارده الرشيق والجميل. النجم الكبير الياسو. لا عامل مباراه حلوه. عامل الياسو ايزي باكو. لاعب عنده 26 سنه. هذا اللاعب مواليد 25/5/86 24 سنه. يتألق ويتجمل ويبدع النهارده ويقنع في المباراه. اداؤه الدفاعي على مستوى عالي. ركله جزاء على طريقه النجوم الكبار اصلا. يحضر ابراهيم للشايب تاني. تصويبه من بعيد. يا سلام على هذا الكلام. وكأنه هدف من تراث فريد للنجم الفريد ابراهيم الشايب. حلوه التصويبه من بعيد. عملها جميله. ده رايح فين؟ رايح يقول للجماهير انا مش عايز ارجعكم اسكندريه زعلانين الليله دي. اتسحروا وانتم مبسوطين يا جماعه. الراجل مش ممكن. جميله ابراهيم الشايب من بعيد. تصويبه ارضيه برازيليه زاحفه لم يستطيع الشناوي ان يفعل لها شيء في الدقيقه 9.